أهلا وسهلا فيكم ويسعد أوقاتكم. وصفة اليوم وصفة شهية وصحية كتير للأشخاص يلي بيتبعوا نظام غذائي. وصفة بدون زيت وبدون طحين بدون سكر. تابعوا معي الفيديو للآخر لحتى تشوفوا طريقة العمل. لحتى نحضر بان كيك الشوفان رح نحتاج فقط موزة حجم كبير وبيضة و200 مل من الشوفان. رح أنزلهم بوعاء خاص لحتى أضربهم إما بالخلاط اليدوي أو بالخلاط الكهربائي. نزلتهم بوعاء، رح أزيد عليهم ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ملعقة صغيرة، ملعقتين من الفانيلا باودر لأنه الوصفة فيها بيض، بفضل أنه تحطوا فانيلا باودر، وملعقة من القرفة. كتير القرفة بتعطي طعم لهاي الوصفة. بضربهم بالخلاط الكهربائي، يمكن يغلبوا شوي على الخلط. إذا غلبوا شوي بفضل تضيفي نص فنجان من الحليب السائل أو مي بحرارة الغرفة عادي، أي شي يساعد على إنه نضربهم بشكل أسهل. القوام بضل شديد شوي، رح يصير معك القوام بهذا الشكل، بضل شديد. رح أحمي مقلاية على النار، بس تحماء بنزل الحرارة للوسط، بخلي الحرارة هادية، وبنزل كمية من خليط الشوفان بيكون تخين شوي، فرح بالملعقة أفرده بشكل دائري. رح أفرده أنا بهذا الشكل لحتى أحصل على شكل دائري، ما بيطول، فقط دقيقة لدقيقة ونص بيكون متشمع من تحت. بس يتشمع بقلبه بهذا الشكل كمان دقيقتين من الوجه الثاني وبصير عندي جاهز. هاي أول وحدة صارت جاهزة، رح أعمل معكم كمان وحدة ما بياخد وقت. هاي الوصفة هي من أكتر الوصفات المفضلة عندي، وصفة قديش هي قديش صحية، ما فيها عدد كبير من السعرات، الشوفان فيه كمية كبيرة من الألياف. يعني هاي الوصفة للفطور بنصحكم فيها، كتير كتير شهية، كتير بتمنى تجربوها. رح أعمل كل الكمية، كاس الشوفان مع البيضة بيعمل عندي تقريبا 4 حبات من البانكيك، حجم كبير، يعني الكمية بتكفي لشخصين. بالنسبة للتقديم بحب أقدمه مع فراولة، موز، عسل، كمان نوتيلا للأطفال، مربى، فواكه مجففة، أي شي بدك تقدميه معه بيزبط. كتير النتيجة بتجنن، بنصحكم تجربوها. أنا بفضل أقدمه مع القرفة والعسل. رح أجهز معكم وحدة. أول شي برش عليها قرفة كمية كتير منيحة، بعدين بزينها بفراولة وموز، يعني أشياء صحية هيك بهذا الشكل. وبالآخر بضيف عليها كمية من العسل، الكمية اختيارية، وبتقدر تزينيها بزبيب أو فستق حلبي أو لوز مجفف، أي شي النكهة بتكون كتير ظابطة معه. وصحتين وعافية على قلبكم. وصفتي صارت جاهزة، بتمنى إنه تجربوها. وإذا أول مرة بتتابعوني اعملوا لايك للفيديو، اشتراك بالقناة، وصحتين وعافية على قلبكم.